لا تزال حادثة ضبط برلمانية مصرية متلبسة بالغش خلال أداء الاختبارات بكلية في جامعة جنوب الوادي والاعتداء على المراقبين في اللجنة. فقد أعلن رئيس مجلس النواب حنفي جبالي إحالة النائبة نشوى رائف إلى لجنة القيم للتحقيق معها فيما نسب إليها من وقائع غش في الامتحانات. جاء ذلك خلال كلمة جبالي في الجلسة العامة للبرلمان يوم الأحد، حيث أوضح أن بعض وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية قد تداولت أنباء عن قيام النائبة نشوى محمد رائف بالغش أثناء تأديتها امتحانات الفصل الدراسي الأول للفرقة الثالثة بكلية الحقوق انتساب جامعة الوادي الجديد، في واقعة إن ثبت تمثل مخالفة لأحكام القانون رقم 205 لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال في الامتحانات، ومن ثم مخالفة لواجبات عضوية مجلس النواب. كما أضاف أن مكتب المجلس قرر إحالة نشوى رائف إلى لجنة القيم للتحقيق معها فيما نسب إليها من وقائع وإعداد تقرير للعرض على المجلس. كما أردف المشرع في الدستور المصري الضمانات التي يكفل بها لأعضاء مجلس النواب الحماية اللازمة لأداء المهام المنوطة بهم، إذ كفل لهم الحصانة فيما يبدونه من آراء تتعلق بأداء أعمالهم في المجلس أو في لجانه، وحصانة إجرائية في غير حالات التلبس لضمان عدم الكيد أو الترصد لهم. بيد أن تلك الحصانة من المحال أن تكون عقبة تعترض طريق مساءلتهم تأديبيا أو جنائيا حال خروجهم على النظام العام أو إتيانهم أعمالا من شأنها أن تؤثر في هيئة السلطة التشريعية أو تنتقص من ثقة أفراد الشعب في القائمين عليها. يذكر أن رئيس حزب الوفد عبد السند يمامة كان قد أكد في تصريحات صحفية سابقة أن الفاصل في هذه الحادثة هي التحقيقات، وإن الحزب ليس جهة تحقيق وينتظر نتيجة التحريات لاتخاذ اللازم بشأن عضوية النائبة بالحزب، قائلا: إذا أثبتت صحة الواقعة سوف يعقد اجتماعا للهيئة العليا للحزب لبحث إسقاط العضوية من النائبة نشوى رائف. فيما لفت إلى أنه بحال إثبات عدم صحة الحادثة فإن لنشوى رائف الحق في أن تقيم دعوى تعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي تعرضت لها بسبب التشهير بها.